السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم نبارطاجي معكم هاد الحليوات كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كيجيو هشاش وزوينين بزاف بلا زبده وبلا بيض، كيجيو غزالين بزاف خطيرين في المذاق. كنتمنى انهم يعجبوكم، انكم تجربوهم، انكم تبارطاجيو. ما تنساوش لي لايك الفيديو. عندي هنا واحد الكاس ديال سكر كلاصي، من الاحسن انكم تغربلوه البنات. انايا هنا ما غربلتوش. هنايا غادي نضيف واحد 2 كيسان ديال الزيت النباتيه. كما قلت لكم هاد الحليوات هادو راه بلا زبده وبلا بيض، وكيجيو غزالين كيذوبوا ذوبان في اليد قبل من الفم. هنا ضفت الكاس الثاني ديال الزيت، وغادي نضيف واحد القبصه ديال الملحه. وهنا غادي نكه بالسكر الفاني. درت واحد 2 ساشيات 14 غرام ديال السكر الفاني. يمكن لكم تنسموا باش ما بغيتو بقشور حامض اولا قشور برتقال اولا ب فلون كراميل. هنا ضفت واحد 2 معالق ديال النشا صافي، وغادي نخلط مزيان هاد الزيت مع النشا وسكر ثقيل. الا ما كانش عندكم سكر كلاصي يمكن لكم تاخذوا غير سكر سنيده وتطحنوه في الطحانه صافي وتخدموا به. كما قلت لكم الاحسن انكم تغربلوه. هنا راه ما غربلتوش، يعني خدا لي واحد شويه الوقت في الخدمه ديالو. انا غادي نستمر على هذا الشكل هكا حتى غادي يذوب لي السكر كلاصي مزيان وسط الزيت. وغادي نضيف هنا واحد خماره من فئه 8 غرام ونعاود نخلط مزيان. صافي غنبدا نضيف الدقيق. هنا غادي يبقى على حسب الخليط، هنا ما عبرتش معكم الدقيق. صافي غادي نخلط. هنا ماشي مشكل واخا نعجنوا العجين، ماشي مشكل، يعني ما طلقش نزيز حيت ما فيهاش الزبده. عجنوه كيف ما بغيتو. العجين كيجي شويه مرمل. ما تنساوش يا البنات لي لايك الفيديو، لاول مره كيشوف القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. صافي هنايا عاوتاني زدت واحد شويه ديال الدقيق ونبقى نعجن حتى غادي نحصل على القوام اللي باغيه، يعني ما تكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما تكونش تلصق في اليدين. صافي غادي ندخل انا هاد الدقيق اللي كاين دابا صافي، ما غاديش نبقى نزيد. غتشوفوا معايا كيفاش غتكون العجين ملي غادي نجمعها. صافي هنا غناخذ واحد شويه العجين وغادي نشكلها كيف ما شفتوا معايا غتشكل، وفي نفس الوقت راه ما كتلتصقش في اليدين. صافي عندي هنا واحد شويه ديال السنيده وشويه ديال هاد الشعريه الشكلاط الكحله. يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتو. صافي غادي نبدا نكور في العجين. انا درتهم هنا شويه كبار، خرجت ليا تقريبا واحد 45 حبه. الا درتهم صغار من هكذا غادي يتخرج لكم يعني العدد الحبات كثار. انا راه يعني كبار بزاف درتهم. صافي غادي نبدا نكور على هذا الشكل وندوز في داك السنيده والفيرميسي شوكولا ونحط في اللاطه. انا غادي نكمل على هذا الشكل هكا حتى غادي نسالي العجين كامل اللي عندي. هاد الطريقه هكا جاتني عمليه، يعني نحربل عفوا نكور ونحط في وسط الطبسيل حتى ندير واحد الكميه اللي شويه كثيره عاد باش نبدا نحط في اللاطه. جاتني الطريقه هكا عمليه.
صافي هنا من بعد ما كملت العجين كامله اللي عندي، هنا عمرت لاطه كبيره كيف ما شفتوا معايا، وعاد باش الحبات اللي باقي عندي في الطبسيل ملي حسبتهم عطاوتني 45 حبه. صافي انا هنايا خديت هذا المرشم هذا، يمكن لكم تاخذوا المرشم اللي كاين عندكم صافي ورشموا بيه، اولا تخليوها غير هكاك تجي بحال الغريبه حتى هي تجي زوينه. صافي ضروري ما تدوزوا المرشم في الدقيق. وغادي نبدا نطبع بحال هذا الشكل هكا. انا عندي الفرار سخون من قبل، عندي سخون مزيان من الفوق ومن التحت، وملي ندخل لاطه العافيه غتكون غير من التحت ونخليها حتى تحمر ليا من التحت، تبدا تحمر من الجناب، عاد نشعل عليها من الفوق باش تاخذ هذيك اللون مذهب. ها هي في الطبق ديال التقديم. هنايا غير هذيك اللاطه الكبيره، اما دوك الحبات الاخرين بقى كاع ما حيتهم من الفران. شوف معايا كيفاش كتجي غزاله بزاف، وكتجي هشيشه كتذوب ذوبان في اليد. شوفوا معايا كتجي هشيشه بزاف. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانكم تدعموه بلي لايك والبارطاج. ما تنساوش ابونا في لاشين. شوفوا معايا قداش يعني الحبه ديال الحلوى يعني كتكون كبيره. الى فيديو قادم ان شاء الله.